يا مساء الزبدة أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع. بص يا سيدي، هل تعلم أن القانون المصري لا يشترط على الطبيب شفاء مريضه طالما أنه بذل الجهد اللازم لعلاجه؟ هل تعلم أن التجارب الطبية ممنوعة قانونا طالما تمت بدون إذن المريض حتى وإن أتت إلى شفائه أو هدفت إلى خدمة البشرية؟ هل تعلم أن الشروع في الإجهاض غير معاقب عليه؟ هل تعلم أن القانون المصري يعاقب على إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره 4 أشهر رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك؟ وهذا على أساس أن هذا الحكم ليس واردا في الشريعة ذاتها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء. هل تعلم أن القانون المصري يعاقب على الإجهاض أيا كانت دوافعه، سواء تم لدرء فضيحة أو لإصابة الجنين بمرض أو للتخلص من عبء اقتصادي؟ هل تعلم أنه لا يجوز اللجوء للدفاع الشرعي عن النفس أو المال إلا إذا كان العدوان مستمر الحدوث أو على وشك البدء، أما إذا انتهى العدوان فإنه لا يجوز التصدي له، وإلا كان ذلك نوعا من الانتقام الممنوع قانونا والمعاقب عليه؟ هل تعلم أن السكران باختياره يتحمل المسؤولية الجنائية عن كافة الجرائم التي يرتكبها أثناء سكره، بينما تنتفي المسؤولية الجنائية تجاه السكران سكرا إجباريا نتيجة لجهل أو لقهر؟ هل تعلم أن القضاء المصري بدأ في الأخذ بمذهب الإمام أبو حنيفة منذ أواخر القرن ال19 حينما صدر بذلك فرما من الدولة العثمانية إلى محمد علي باشا؟ هل تعلم أنه صدر أول قانون لتنظيم أحكام الأسرة في مصر عام 1920 تحت مسمى قانون الأحوال الشخصية؟ هل تعلم أنه بدء إنشاء محاكم الأسرة في مصر وهي المختصة بدعاوي الزواج والطلاق وحقوق الأبناء وغيرها عام 2004؟ هل تعلم أن القانون المصري يطبق على كل من يوجد بالقطر المصري سواء كان مصريا أو أجنبيا؟ هل تعلم أنه لا يمكن لأحد الزوجين المتزوجين عرفيا أن يرث الآخر إذا مات بشرط عدم اعتراض أحدا من باقي الورثة؟ هل تعلم أن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة لا يخضعان للضريبة على المرتبات؟ هل تعلم أنه تشكل المحكمة الجزئية من قاض واحد وكاتب اللي هو أمين السر يعني، وتتشكل المحكمة الابتدائية من 3 قضاة وأمين سر، وتتشكل محكمة الاستئناف من 3 مستشارين، وتتشكل محكمة النقض من 5 مستشارين وأمين سر؟ هل تعلم أنه توجد محكمة نقض واحدة في جمهورية مصر العربية ومكانها مدينة القاهرة؟ هل تعلم أنه يوجد في جمهورية مصر العربية 8 محاكم استئناف في كل من القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط والإسماعيلية وقنا وبني سويف؟ هل تعلم أنه يكتسب الابن الجنسية المصرية إذا كان لأب مصري أو لأم مصرية؟ هل تعلم أنه يكتسب الجنسية المصرية كل من ولد لوالدين أحدهما أو كلاهما مصري حتى وإن ولد خارج القطر المصري؟ هل تعلم أنه يكتسب الجنسية المصرية كل من ولد في مصر من أبوين مجهولين؟ هل تعلم أنه يمكن أن يكتسب الجنسية المصرية الأجنبي الذي أقام في مصر لمدة 10 سنوات متتالية وكان ملما باللغة العربية وبالغا سن الرشد وكان حسن السلوك ووافق عليه وزير الداخلية على منحه الجنسية؟ هل تعلم أنه يمكن أن يكتسب الجنسية المصرية الأجنبي الذي ولد في مصر وأقام فيه حتى بلغ سن الرشد وقدم طلبا باكتساب الجنسية خلال عام من بلوغ سن الرشد اللي هو 21 سنة ميلادية؟ هل تعلم أنه يمكن أن يكتسب الجنسية المصرية الأجنبي المنتمي لأصل مصري بشرط أن يقيم في مصر لمدة 5 سنوات متصلة وأن يكون بالغا سن الرشد؟ هل تعلم أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يمنح الجنسية المصرية لأي أجنبي قدم خدمات جليلة للدولة المصرية كأن يتطوع في القتال ضد عدوان خارجي مثلا؟